مرحبا. قبل أن تتصفح اسأل نفسك سؤالا صادقا: هل أنا حقا أتطور أم أنني أتقدم في العمر فحسب؟ لأن الزمن لا يكترث لإمكانياتك، بل يكافئك فقط على ما تفعله بها. وبينما يهدر معظم الناس سنوات في انتظار الحافز أو الوقت المثالي، هناك فئة قليلة اختارت طريقا مختلفا. اختاروا هواية واحدة، شغفا واحدا، شيئا واحدا يبدو بريئا، لكنه حولهم بصمت إلى شخص لا يعرف، أقوى، أكثر ذكاء، لا يقهر. وقد وجدت 10 من هذه الهوايات، وإذا اخترت واحدة منها اليوم، فبعد 6 أشهر من الآن لن يسألك الناس عما حدث لك، بل سيسألونك كيف فعلت ذلك. لذا تابع معي حتى النهاية. أولاً، الملاكمة ليس لمحاربة العالم، بل لمحاربة ذلك الجزء منك الذي يستسلم مبكراً. كل لكمة تحسن إيقاعك وتوقيتك وشجاعتك، وتعلمك شيئاً أعمق، وهو أنك قادر على أكثر بكثير من الشكوك التي تراودك. ثانياً، التدوين. كتابة أفكارك تجبرك على مواجهة نفسك بصدق، وتصفي ذهنك من التشويش. يحسن اتخاذ القرارات ويبني الوعي الذاتي تدريجياً، أساس النمو الحقيقي. ثالثاً، رفع الأثقال، لا من أجل الجمال، ولكن من أجل الانضباط. الحديد لا يكذب أبداً، يعلمك أن القوة ليست هبة، بل تكتسب ببطء وبصعوبة وبثبات، تكراراً تلو الآخر. رابعاً، تمارين وزن الجسم، فن التحكم بجسمك. تمارين السحب والغطس والوقوف على اليدين، لا آلات ولا اختصارات، فقط الانضباط والثبات. تذكرك أن الحدود ليست وضعت لتقبل، بل لتتحدى. خامساً، الشطرنج، ساحة معركة صامتة، حيث يتعلم عقلك الاستراتيجية والصبر والوضوح. يعلمك أن تبقى هادئاً حتى عندما يحاول كل شيء من حولك تشتيت انتباهك أو إرباكك. سادساً، التواصل، تعلم التحدث بوضوح وثقة يغير كل شيء، يكسبك الاحترام ويفتح لك الأبواب، ويعلمك كيف تثبت على موقفك عندما يرتجف صوتك. سابعاً، القراءة، كتاب واحد يمكن أن يوفر عليك سنوات من التجربة والخطأ، ينقل إليك دروس حياة شخص آخر، مما يساعدك على التفكير بشكل أفضل والتصرف بحكمة أكبر والنمو بشكل أسرع. ثامناً، الجري، أنت لا تهرب من أي شيء، أنت تسعى نحو نسخة من نفسك ترفض الانهيار عند ظهور الصعوبات. هذا يبني القدرة على التحمل جسدياً وعقلياً. تاسعاً، تعلم مهارة تدر عليك دخلاً عالياً، كتابة المحتوى، المبيعات، تصميم المواقع، تحرير الفيديو، مهارات تدر عليك المال بينما ينتظر الآخرون الإذن. أتقن واحدة منها ولن تتوسل للحصول على فرصة بعد الآن، ستصنعها بنفسك. عاشراً، صناعة المحتوى ليست للشهرة، بل للتأثير. عندما تبدع، تدرب عقلك على التفكير بوضوح والتحدث بجرأة والتأثير في الناس بأفكارك. منشور واحد قد يصل إلى الملايين وأنت نائم. في عالم تعد فيه الانتباه قوة، يفوز المبدع دائماً. اختر واحدة، ابدأ اليوم، سيشكرك مستقبلك على ذلك. ولا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك.